السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. طبعا زي ما انتم شايفين معايا كده هنعمل الوصفات الجميلة ديت. هنعمل القرص اللي هي اللي بالعجوة اللي هي ترسة الأفران، وكمان هنعمل خلية النحل، بس انا قطعتها كده الكرات كده وشلتهم مع بعض. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنعملها في عجينة واحدة. المقادير هتكون عبارة عن كيلو من الدقيق. اهم حاجة ان احنا ننخل الدقيق كويس لتجنب اي شوائب، نتجنب ان احنا بندخل هواء في الدقيق، بيساعدنا على التخمير ورفع العجينة معانا وتبقى هشة وجميلة. كيلو من الدقيق نخلته، حطيت عليه رشة ملح، حطيت عليه كيسين من الخميرة مقدار الكيس 11 جرام. حطيت معلقتين من السكر حبيبات عادي، اديتهم بقى تقليبه. دي المواد الجافه تمام. بعد كده نزلت بمعلقه من الخل الابيض العادي، ده محسن طبيعي ما تقلقش منه، مش بيغير من طعم العجينه ولا حاجه، ده محسن يا بنات. انا هنا هستخدم للوش صفار البيضة. فكده كده انا محتاجه صفار بس، فالبياض بدل ما يترمي انا بحطه في قلب العجينه، بيديها برضو هشاشه وطراوه كده جميله، وفي نفس الوقت ابقى استفدت منه ما رميتوش. كمان حطيت كوبايه الا ربع من الزيت النباتي تمام كده. ونزلت هنا بقى عندك تستخدمي ميه تمام، تستخدمي رايب تمام، تستخدمي زبادي تمام، تستخدمي لبن اللي هو الحليب تمام، المتاح عندك استخدميه، ما توقفيش نفسك على حاجه معينه. طبعا انتوا عارفين ان انا بعجن برايب، فبحس ان هو بيدي نتيجه ممتازه جدا للمعجنات، فدايما هو متواجد عندي. او اللبن القاطع يا بنات، اللي هو يعني لما بتيجي تغلي اللبن كده وبيقطع منك، بيبقى في صورة متجمدة شوية، بيبقى تقيل معاكي كده، بيبقى مجبن معاكي تمام. يا رب يكونوا فاهميني. المهم الرايب او اللبن القاطع ده او ده بيدي نتيجة ممتازة فوق الوصف. المهم فضلت بقى انا حطيت كوبايتين من الرايب وعجنت، لقيتها محتاجه كمان الكوبايه التالتة، نزلت بنص الاول وعجنت، لقيتها محتاجه كمان تشرب سوائل، فحطيت النص التاني، يبقى كده المقدار كله 3 كوبايات من المادة سائلة، مية رايب زبادي والكلام ده. فحطي كوبايتين الاول وبعد كده انزلي بالكوبايه التالتة شويه شويه تمام. بعد ما عجنتها كده كويس، واهم حاجه ان ايدي نطفت والعجينه بقت ملساء كده وطريه، والطبق بتاعي بقى نضيف مبقاش فيه عجين ولا حاجه، كده تضمني ان عجينتك تمام اتعجنت كويس وبقت تمام. ممكن تلزق في ايدك كده حاجه بسيطه بسيطه، احنا محتاجينها ان هي تكون ملزقه شويه عشان يعني ينفعنا بعد كده تبقى العجينه طريه. بعد كده بغطيها وبسيبها لحد ما تختمر ساعة 2 3 على حسب الوقت والمكان اللي انت حطاها فيه تمام. بعد كده بعد ما اختمرت معايا بسم الله ما شاء الله تبارك الله الطبق اتملى اهو، هبدأ ان انا اهبط الاختمار واديها كده لما كده بايديا. بعد كده هقسم العجينة نصين، نص الكمية هعملها خلية نحل عادي، والنص التاني هعمله ترسة الافران اللي هي بالعجوة. طبعا دي مشهورة جدا والاطفال بتحبها جدا، فاعملوها لوصفات المدارس بجد. يعني بدل ما تشتروا الحاجات دي من بره، لا هاتي انت الحاجه في البيت، بالعكس هتوفري وهتبقي ضامنه نظافتها انت بايديكي، انت اللي عامله وعارفه انت حاطه فيها ايه. انا النهارده هحشي خلية النحل كده بحاجه تانية خالص جديده، مش هحشيها ب... ممكن تحشيها بشوكولاته، ممكن تحشيها بلحوم لو حابه، ممكن تحشيها كمان بجبن، جبنه مثلثات، جبنه كيري مربعات، جبنه بيضه وحبه البركه اللي موجود عندك. عايزه تحطي جبنه قديمه ماشي، اي حشو. انا حشيتها بزبده الفول السوداني، هي متواجده عندي، حبيت ان انا اغير كده واعمل طعم جديد، فحشيتها بزبده الفول السوداني زي ما انتم شايفين معايا كده. وجيت على الوش صفار البيضه، حطيت معلقه من الحليب عليه وفانيليا، وبدات بقى ان انا اقلبهم كده بالشكل دوت. وبدات ادهن الصفار البيض بالوش بتاع العجينه بتاعتي، وانا بدهن ايدي تبقى خفيفه عشان ما هبطش الاختمار بتاع خليه النحل تمام. ده اختياري برضو، حابه تضيفي سمسم ماشي، حابه تضيفي حبه البركه ماشي، عايزه تخليها ساده برضو مفيش اي ادنى مشكله تمام. اللي متواجد عندك حطيه، مش حابه الغيه عادي، ده اختياري تمام. دخلناها على الفرن على درجه حراره 200، نار من فوق ومن تحت. الفرن بتاعتي كهربا يا بنات لحد ما استوت معايا. هنا بقى هعمل الصنف التاني اللي هي ترسة الافران اللي هي بالعجوة. بصوا يا بنات، انا هنا اعذروني بس انا حبيت ان انا اوريكم شكلها ايه، لكن انا هنا بعمل بايدي واحدة لان انا كنت شايلة ابني الصغير، فانا بس حابة ان انا اوريكم الطريقة تمام. هنا بس العجينة كانت كبيرة، يعني الحجم بتاعها كبير شوية، فانا قصيت منها بالسكينة. بتفرديها بالشكل دوت وبتقفلي عليها كده، بعد ما بتحطي العجوة بتعمليها زي صباع طويل
وبتبداي ان انت تلفيها رول كده وتبرميها وتتاكدي ان هي اتقفلت كويس جدا جدا. بعد كده بتوصلي الحرف دوت بالحرف التاني وتتاكدي كويس ان انت قفلتيهم كده ببعض كويس. بعد كده بالسكينة او بالمقص بتبدأي ان انت تعملي فتحات كده، فسبحان الله هي بتديكي الشكل لوحده. يعني هي مش محتاجة افتكاسة ولا حاجة. زي ما انتم شايفين كده حاولت ان انا اخليها على شكل مدور كده، وبالسكينة او بالمقص. انا بحب بالمقص، بس طبعا مش عارفة كنت اعمل حاجة بسبب ابني، فالحمد لله يعني. المهم بقى بعد ما دهنتها كده بصفار البيض وحطيت عليها السمسم برضو، دخلتها الفرن. هنا كانت طلعت معايا خلية النحل زي ما انتم شايفين كده. بصوا جمالها ولونها الاشقر الجميل ده، تحفة 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 يا بنات. هنا بس عشان هي سخنة وانا عايزة اوريها لكم فبستخدم السكين، لكن هي مش لازقة ولا حاجة. بصوا مكان ما يعني مكانها، الصينية نضيفة وما فيهاش اي حاجة. هنا بصوا كانت سخنة قوي وما كنتش قادرة امسكها لكم. بصوا بقى هي طرية من جوه وهشة وبيضة ازاي زي القطنة، والحشوة فيها كانت جميلة جدا جدا جدا. جربوا اي حشوة انت تحبيها، جربوا الوصفات دي اعمليها في البيت، اعمليها باي حشوة متاحة عندك. تمام. اهم حاجه في المعجنات ان هي لما تخرج من الفرن وهي سخنه بتغطيها بفوطه نظيفه، عشان السخونيه بتاعتها بتطريها. يعني هي بتطلع من الفرن اكيد ناشفه شويه، ده طبيعي، ما تلاقيش السخونيه بتاعتها بتعمل مع بخار الميه بيطريها. هنا برضو درسة الافران طلعت نفس الحكايه. ساعدت بس بالسكينه كده لان هي كانت سخنه جدا، عايزه اقسمها لكم مش عارفه اقسمها لكم، قسمتها لكم بالسكينه. زي ما انتم شايفين كده بصوا شكلها وجمالها من جوه، هي بس خدت مني لون من تحت. انت طبعا تحاولي تحافظي عليها. ودي الكميه بقى بعد ما اكلنا كمان بالهنا والشفا على اولادي وليا ولجوزي. زي ما انتم شايفين كده ده كل المقدار. قطعت بقى خليه النحل كده ولميت القرص كده مع بعضيها، وابقى ادي ابن الحضانه للمدرسه. جربوها تعجبكم جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.